الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين. قبل الدخول في موضوع الفيديو، في موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه. من المحزن أن يقول لي شخص أنه بسبب أحداث غزة تأتيه وتراوده أفكار لو أنه تمعن فيها أو ترك نفسه لهذه الأفكار ستؤدي به إلى الإلحاد. نحن في فترة تمحيص عظيمة وامتحان للأمة، لازم ما تخلو لنا صلاة من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما أنه بعضا من غير المسلمين صمود أهل غزة وإيمانهم القوي بفضل الله جعل عندهم الفضول ليبحثوا عن هذا الدين، ما هذا الدين الذي يجعلهم بهذا الصمود وهذا الإيمان. وبالفعل كان ذلك سبب في إسلام البعض. كذلك للأسف الشديد بعض المسلمين كانوا مسلمين وألحدوا في ظل هذه الظروف. وجدت تعليق على القناة، بعد قراءة التعليق لم أستطع أن أتركه ولا لحظة، لشخص كان مسلم وألحد في هذه الأحداث وكتب كلام شنيع في حق الله جل وعلا. سبحان الله وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتمسك بهما. أي أقوال، أي نداءات بعيدة عن القرآن والسنة لا نسمع لها. عسى أن يخرجنا الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا على خير. ما دمنا على التوحيد الخالص فإننا بإذن الله في أمن وأمان، مهما جرفت من الأيام ومهما تكالب الطغاة. التوحيد الخالص بإذن الله هو سبيل النجاة. طبعا هذه الرؤية قبل أن أنشرها استخرت الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة أن أنشرها أم لا. في ليلة طوفان الأقصى رأيت الشيخ أبا البراء، نسأل الله أن يحفظهم ويحميهم ويحقن دماءهم، رأيته جاء إلي. كان مجمل الرؤية في البداية أنه كان معجب ومتعجب من تأويل سمعه لي، يعني استمع لتأويل أولته فكان معجب به ومتعجب، وكان يسأل كيف وصلت إلى هذا التعبير، والله على ما أقول شهيد. ثم على أثر ذلك أوصاني وصية، كانت هذه الوصية لأنه سيتغيب لفترة، أوصاني أن أواصل وأن أستمر في تقديم وتعليم هذا العلم. في الرؤية لم أتكلم بكلمة، كل ما كان مني هو الاستغراب والتعجب. كنت في حالة تعجب، لماذا سيتغيب؟ ماذا يحدث؟ ثم ابتسم ابتسامة مختلطة بحزن كبير، حتى أني بعد الرؤيا بأيام ظليت كل ما أتذكر هذا الحزن العظيم مع الابتسامة كنت أبكي. ثم هم بالخروج لأنه خائف على أبنائي، يريد أن يذهب ليحمي أبنائه. نفس الشيء، لم أتكلم ولكن كنت أتعجب ما الذي يحدث، لماذا هو خائف على أبنائه؟ ظل هذا التعجب والاستغراب حتى سمعت بما يحدث في الأخبار. بس عشان الكلام لا يفهم خطأ ولا ينقل خطأ، هو كان في الرؤيا يفهمني أنه سيتغيب لفترة. بالتأكيد أن هذه الرؤيا منها حكمة، لعلي أدرك بعضا أو قليل من هذه الحكمة، لعل فيها ردا على بعض الأفكار أو إجابة على بعض التساؤلات التي تدور في عقول المتابعين. من الجميل في علم التعبير وفي فتح الله سبحانه وتعالى بهذا العلم أن يجعل الإنسان يشعر بمدى عجزه وضعفه أمام الله سبحانه وتعالى. عندما تجد رؤية مليئة بالألغاز والرموز العجيبة التي يصعب على العقل البشري أن يستوعبها أو يدركها، ثم تجد الله سبحانه وتعالى يفتح عليك، يلهمك بالتعبير الذي يجعلك تتعجب، حتى الرائي يتعجب من هذا التعبير. فكثيرا ما نفعت الرؤى بفضل الله، وحذرت ونبهت وبينت للناس أشياء خفية عنهم. عندما تجد من هذا الفتح من الله سبحانه وتعالى نشعر بقمة العجز والضعف أمام الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل عليكم، نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.